دكتور صبري صلاح الدين، استاذ مساعد نباتات الزينه والنباتات الطبيه والعطريه، كليه الزراعه جامعه اسوان، والمستشار العلمي لمجموعه ايمان المصري جروب. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. مبسوطه جدا ان انا قاعده مع حضرتك النهارده. يا اهلا وسهلا. طبعا مجموعه ايمان المصري جروب يعني توجهاتها الفتره الجايه نحو الزراعه ونحو حاجات كثيره جدا لخطط 2025. دكتوره ايمان كانت اتكلمت عن حضرتك في معرض اجرينا ومعرض صحارى، وقالت قد ايه ان حضرتك مستشار للمؤسسه، وقد ايه حضرتك بتضيف للمؤسسه في الجانب الزراعي وخصوصا الخاص بالنباتات الطبيه والعطريه. فكنا حابين نعرف في الاول كده ايه الفرق بين النباتات الطبيه والعطريه. واولا طبعا شرف ليا ان انا اكون المستشار العلمي لمجموعه ايمان المصري جروب، وطبعا دكتوره ايمان المصري ربنا يكرمها باذن الله تعالى ومشروعاتها الاستثماريه تكون على يعني جمهوريه مصر العربيه كلها، وقطاع مهم جدا هو قطاع النباتات الطبيه والعطريه، وبحكم التخصص من اكثر من 25 سنه تقريبا في هذا المجال. النباتات الطبيه والعطريه هي من اهم النباتات اللي بتزرع في مصر، مش بس عشان نستخدمها احنا في مصر، لا عشان التصدير، لانه القيمه بتاعه النباتات الطبيه والعطريه عندما تصدر خارج مصر اكيد بتكون لها حصيله دولاريه، فاكيد بتخدم البلد. فاحنا عشان نفكر في ايمان المصري جروب ان احنا نخدم بلدنا ومع رؤيه 2030 والتنميه المستدامه، اكيد احنا بنفكر في ان احنا نزرع نباتات او نوعيه نباتات فعلا تحقق دخل للجمهوريه، وبالتالي احنا اكيد بنستفاد. فالنباتات الطبيه والعطريه هي مجموعه متنوعه من النباتات، فرقنا ما بين كلمه طبيه وما بين كلمه عطريه لانه لازم نفصل ما بين الاثنين، لانه للاسف الشديد في تداخل كتير بيحصل عند الناس من هل كل النباتات طبيه وكل النباتات عطريه؟ نقول لهم لا. النباتات الطبيه دي قطاع مهم من النباتات بيتم زراعتها داخل جمهوريه مصر العربيه. الاستفاده منها ان هي فيها مواد فعاله، هذه المواد الفعاله بتخلي النباتات دي مهمه جدا في العلاجات، يبقى بالتالي ان هي بتطلع بعض المواد الفعاله نستخدمها في العلاج. طيب يا دكتور صبري، في حاجه اسمها النباتات العطريه. النباتات العطريه اي نباتات بنزرعها في مصر وتكون لها ريحه عطريه نستفاد منها، يبقى طالما في ريحه عطريه يعني في زيت. فالزيوت العطريه اللي بتكون موجوده داخل هذه النباتات العطريه نستخدمها في حاجتين، نستخدمها في مستحضرات التجميل، نستخدمها في البرفانات، وكمان حاجه ثالثه نستخدمها في العلاج. يبقى اذا نفرق ما بين الطبيه والعطريه ان كل النباتات العطريه ليها استخدامات طبيه، بس في نباتات طبيه مش بالضروره يكون فيها زيوت عطريه، فليها استخدامات لوحدها بالعلاج. طب ايه فيها مواد فعاله ثانيه؟ ده حديث كبير ممكن نتكلم عنه واحنا ماشيين في الطريق.